النهارده هنتكلم على بناء شخصية الطفل. ازاي بنبني شخصية الطفل؟ للأسف الأمهات بتفهم ان انا هبني شخصية الطفل من هو عنده 5 سنين لما يبتدي يفهمني. الحقيقة ده غلط تماما. فاحنا بنبدأ ببناء الشخصية من اول خالص ما بنبني الأسرة. اختيار الشريك المناسب، اختيار الأفكار المتوافقة معايا والمستوى الاجتماعي المتلائم معايا، ده بيساعدني بعد كده على ان انا اعرف اربي ولادي. لان احنا بنشوف بعد كده اهالي مختلفين تماما، هو بيقول حاجة هي بتمشي عكسها تماما، وهما الاثنين ليهم انماط تربية مختلفة تماما، ومفيش ارض وسط يعني بتضمهم مع بعض. ودي هتبقى المشكله الكبيره في ان انا ازاي ابني شخصيه الطفل. اللخبطه ما بين الاب والام وعدم توافقهم بيوصل للطفل فكره ان طب ايه الصح وايه الغلط، فبيوصل لمرحله انه متلخبط. وبنجد الشخص ده بعد كده بيكبر بيبقى شخص متلخبط فعلا، متردد في اختياراته، ما بيعرفش ياخد قرار لانه برضه مش عارف مين الصح ومين الغلط. فاحنا محتاجين من الاول خالص نختار شريك مناسب ماديا واجتماعيا وعقليا وفكريا وتعليميا وكل الاشياء. ده على الجزء الاولاني. بعد كده بعد الام لما بتحمل اهتمامها بصحه الجنين اللي معاها، اهتمامها بالتغذيه المناسبه، متابعتها مع الدكتور، كل الحاجات دي مهمه جدا لبناء شخصيه الطفل. لان انا لو جالي طفل عنده نقص في اتعرض لنقص في اي حاجه من المواد زي مثلا فيتامين بي اللي الام بتاخده خلال الحمل، او الفوليك اسيد حمض الفوليك اللي بتاخده خلال الحمل. حمض الفوليك اللي الام بتاخده ده قرص في اول 3 شهور، هي ما تعرفش ان ده ليه تاثير مهم على تكوين الضفيره العصبيه اللي هتمشي معانا. الضفيره العصبيه دي اللي هو الجهاز العصبي كله اللي بيتكون في اول 3 شهور. فتعاطي الام لاي عقاقير مش موصوفه خلال فتره الحمل، او اهمالها وتعرضها للتدخين السالب، تعاطي مواد مخدرة أو تعاطي أي مواد تانية، ده هيأثر بالسلب للأسف على صحة الطفل، وده هيأثر بعد كده معايا على بناء شخصية الطفل. بعد كده في الولادة احنا بنتكلم بقى هنا على الحضن والأمان والاحتواء للطفل. فالجزء الارتباط المهم جدا وجوده ما بين الأم وابنها، ده جزء مهم جدا لإحساسه إن العالم آمن. والفكرة دي ما بتبقاش موجودة في أول يومين وهينساها، بالعكس في أول سنة في حياة الطفل ضمة الأم ليه بعد الولادة على طول مباشرة، وطبطبتها عليه، وإحساسه بالأمان والاطمئنان بعد الولادة وبعدها في أول سنة. طول الوقت ده لما يعيط يلاقي اللي بيشيله وبيلاقي اللي بيطبطب عليه، لما يجوع يلاقي اللي بيأكله، ومفيش إهمال من الأم أو أيا كان القائم بهذا الدور مكان الأم. فده مهم جدا وضروري جدا لإحساسه بالأمان. لأن الطفل اللي بيفتقد الإحساس بالأمان والارتباط السيء بالأم بيخليه بعد كده طفل شاكك في قدراته وشاكك في العالم من حوله. فالعالم ده عالم مش آمن. الفكرة دي بتبقى موجودة من وهو أول سنة، بيعيش بيها لغاية ما يبقى عنده 50 سنة، إن العالم ده عالم غير آمن ولا يمكن الاعتماد على الآخرين، والآخرين مش مصدر حماية ولا دعم ليا. وده للأسف بنجد الأشخاص دول بعد كده بقى عندهم فقد للأمان، بيأثر على علاقتهم مع الآخر طول الوقت، في سواء في ارتباط، سواء في عمل، سواء في علاقة والدية يبقى هو الأب وبعديه أولاد. ده مهم جدا. مهم كمان ان احنا نلبي احتياجات الطفل من غير افراط ومن غير تفريط. ازاي؟ ان انا في بعض الاطفال لما بيبتدي يكبر شويه بيبتدي يبقى ليه طلبات، ان هو انا عايز الحاجه الفلانيه، خلاص حاضر الحاجه الفلانيه حاضر. اللي بنواجهه هنا ان الطفل طلباته بسيطه بالنسبه لسنه 2 أو 3 سنين، فهو طلباته بسيطه. المشكلة هتبقى بعد كده لما الطلبات تكبر، الطفل ده لا يستطيع انه يتحمل الاحباط ولا يستطيع ان هو يترفض له طلب، فهنجد ان هو عنده بعد كده المشاكل اللي بتحدث نتيجة احباط. يجي له اي حاجة ما قدرش يوصل لها بعد كده، ما دخلش الكلية اللي هو عايزها، ما قدرش يصرف يجي له المرتب اللي هو عايزه، فنجد انه عنده احباط ويبتدي يطلعه يا اما في عنف يا اما يظهر عليه في صور اكتئاب.